السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. كنتمنى نلقاكم كلكم بخير على خير واحوالكم طيبة. اليوم ان شاء الله وكما كتشوفوا معايا جيت نشارك معكم معلكة بالكاوكاو والكوك والكاكاو مع جميع الاسرار باش ان شاء الله تصدق معكم من اول تجربة. وكما كتشوفوا معايا كتجي ناجحة والمذاق يا سلام. بقاو معايا اخواتي حتى لاخر الفيديو باش تشوفوا معايا جميع المكونات وكذلك طريقة التحضير. فبسم الله على بركه الله. غادي نحتاجو هنايا الكاوكاو البلدي او هذا الكاوكاو اللي كيكون هكا رقيق. صراحه هذا كيكون بنين. غادي نحمرو في الفران وكما كتشوفوا معايا غادي نحيدو ليه القشره ديالو غير نص الكميه، يعني ماشي كلشي غادي نحيدو ليه القشره. وكنطحنوه ونخليوه جانبا، ما كنطحنوش بزاف حتى كيتنين، غير كنهرمشوه. غادي تشوفوه معايا من بعد. فواحد القصريه وضعت 5 ديال البيضات، عندي كاس ونص ديال سكر حبيبات، العبار بكاس ديال العنبه. انا هنا عندي هذا الكاس كبير شويه درت غير كاس، اما هو راه كيهز كاس ونص ديال قياس كاس العنبه. المهم نتمنى تكونوا فهمتوا صافي. وغادي نضيف كاس ونص كذلك ديال الزيت. غادي نزيد 2 معالق كبار ديال الكونفيتير اللي كيكون جاري او الكونفيتير اللي كيكون خاص بالحلويات ديال المشمش. وغادي نزيد 2 معالق ديال الكاكاو. ومن بعد غادي نخلط هادشي كامل. ضروري اليدين يعني صراحه ما كاين ما احسن من انك تخدمي بيديك هكا كتلمسي المكونات بيديك وكتعرفي شنو كاين. صافي كما كتشوفوا معايا كنبقى هكا كنخلط مزيان حتى كينسجموا ليا المكونات، وكذلك كتذوب ليا ديك السنيده، ما كنبقاش هكا نحس بها حبيبات. صافي هنايا غادي نضيف هذاك الكاوكاو اللي طحنت من قبل، نص كيلو كما قلت لكم اللي حمرته. وشوفوا معايا ما كنطحنوش بزاف حتى كيتنيل، وفي نفس الوقت ما كنخليش انا يغليظ، غير كنهرمش هكا كنطحنو في هذاك الهشوار واحد 2 دورات. صافي راه كيكون هو هذاك. صافي كما كتشوفوا معايا كنخلط ومن بعد كنحاول كندخل داك الكاوكاو في هذوك المكونات عفوا. ومن بعد غادي نضيف الكوك اللي كيكون ميدم. ضروري ومؤكد ان الكوك يكون ميدم باش تنجح معكم هاد المعلكه هادي. شوفوا معايا باش تعرفوا انه ميدم، كتديروا هكا بين صباعكم يطلق لكم الزيت. هنا كتعرفوا انه راه كوك ميدم، يعني كتضغطوا عليه بين صباعكم كيطلق لكم الزيت كتعرفوا انه راه كوك ميدم. المهم هادشي كنقولوا غير المبتدئات، اما راه تبارك الله راه العيالات كلهم عارفين هاد القضيه هادي. صافي كما كتشوفوا معايا زدت هنايا بالضبط 300 غرام، يعني عطيتكم مقادير اللي هما مضبوطين. نص كيلو كندخلوا ليه 300 غرام ديال الكوك، 2 ساشيات ديال خميره الحلويات كما شفتوا معايا راني ضفتها. كنضيف هذاك الكوك وانا كنعلك مزيان في هذاك الخليط حتى كيطلق ليا داك الكوك الزيتي ديالو، كذلك الكاوكاو. ضروري اننا ندلكوها كما كتشوفوا معايا ونعلكوها مزيان بيدينا. 300 غرام ما درتهاش كلها، يعني كتشط ليا منها واحد 2 معالق كبار تقريبا. صافي كنخليو الخليط هكا كما كتشوفوا معايا هكاك مرخوف، ما نقصحوهاش نهائيا، كنخليوها هكا. خدت بالكم انها جاريه ما تخافوش، غير تخليها هكا واحد 5 ديال الدقائق راه كتشرب. بما غسلتي يديك ووجدتي لاطات ديالك صافي وكترجعي ليها. هنايا عندي السكر سكر كلاصي سبيسيال، ضروري حتى هو يكون سكر كلاصي سبيسيال باش تنجح معنا هاد الغريبه هادي او هاد المعلكه هادي. صافي هنا كما كتشوفوا معايا راه شربات. غادي ندهن هكا يدي بشويه ديال الماء اولا الماء زهر، وكنكورها وكنوضعها هكا في السكر كلاصي. من الاحسن نكور واحد الكميه مهمه، عاد عاودوا رجعوا فندوها باش هكا ما كتعذبوش راسكم، يعني كتبقاو تكوري وتفندي. خصك ثاني تغسلي يديك باش تعاودي ترجعي ثاني تكوري. اللهم كوري واحد العدد مهم ولوحي هكا في السكر كلاصي، من بعد عاودي رجعي فنديه. صافي كما كتشوفوا معايا هنايا في هذه الاثناء هذه راني شعلت الفران. ضروري انه يكون سخون من قبل. كنعرفوا ان الغريبات كيبغوا الفران اللي كيكون سخون من قبل. صافي ملي كندخلها راه كنقصها غادي تشوفوا معايا من بعد. صافي كما كتشوفوا معايا نفندها هكا في السكر كلاصي وكنهسها هكا ونحطها في اللاطه ديالي. كنضغط هكا غير واحد شويه بصبعي من الفوق باش غير هكا كيثبت ليا داك السكر كلاصي في الوجه وصافي.
كما كتشوفوا معايا كنبقى هكا مستمره حتى كنكمل. وهنا غادي ندخلها الفران كما كتشوفوا معايا. غادي ندخلها الفران من التحت، يعني ندخلها في الرف اللي كيكون لتحت، ويعني العافيه تكون في الوجه ديالها حتى كتشقق. شوفوا معايا النار كتكون متوسطه حتى كتشقق. ما ديروش، ما تخليوش النار مجهده. صراحه هذا غلط كنت كنديرو حتى انايا، كندخلها هكا وكنخلي النار مجهده، ومن بعد غير كيتحرق ليا داك السكر ما كتشققش نهائيا. خليوها متوسطه غير كتشقق كطلعوها الفوق. وفاش طلعوها الفوق ما تغفلوش عليها نهائيا، تخليوها تقولوا لا راه مازال ما طابتش 5 دقائق، ما تفوتوهاش ليها وحيدوها صافي، باش هكا الا طابت لكم بزاف كتقصع. شوفوا معايا هذا هو الشكل النهائي ديالها. كما كتشوفوا معايا تبارك الله راه كتجي مشقه وكتجي ناجحه من اول تجربه. غير تبعوا المراحل بالضبط وان شاء الله غادي تصدق معكم. المذاق ديالها كيجي الروعه وكتجي معلكه. كما غتشوفوا معايا انا غادي نقسم معكم وحده باش تبان لكم. شوفوا معايا الشكل ديالها كتجي صراحه زوينه بزاف. هاد المقادير اللي عطيتكم خرجت لي تقريبا كيلو و400 غرام. كيلو و400 غرام اللي خرجت لي هاد المقادير، يعني نص كيلو ديال الكاوكاو و300 غرام ديال الكوك خرجت لي كيلو و400 غرام. هانتوما كما كتشوفوا معايا راه كتجي معلكه، راه باين لكم الشكل ديالها. شوفوا معايا، نتمنى تجربوها وتردوا عليا وان شاء الله تعجبكم. ونتمنى الى عجبكم هذا الفيديو ما تنساوش ليا لايك، بارطاجيوه مع الاصدقاء والاحباب باش تعم الفائده. الى فيديو قادم ان شاء الله. السلام عليكم.